لو عادت بي السنوات لما ترددت لحظة واحدة. أنا لا أندم أبدا على هذا القرار، مقتنعة تماما بقراري ومؤمنة جدا بحتمية لقائي أنا وحسن بأنه سيكون قريب بإذن الله تعالى. فران عليان سعد زامل، من مواليد نابلس مخيم العين، مواليد 1982. درست في جامعة النجاح بكالوريوس اقتصاد وعلوم سياسية، وأكملت الماجستير في جامعة القدس أبو ديس تخصص دراسات إقليمية. ارتبطت بالأسير حسن سلامة من قطاع غزة في العام 2010، واليوم مضى على زواجنا وارتباطنا 13 عام. طبعا خلال هاي 13 عام أمنع من زيارته تحت حجج المنع الأمني، فلم أتمكن من زيارته ولو لمرة واحدة. الجامعية كنت قد قرأت كتاب لحسن يتحدث فيه عن عملياته في الثأر المقدس. كتاب يعني، وأنا كنت أقرأ صفحاته وأقرأ المعلومات اللي مكتوبة فيه. والله لو عرضت في فيلم على التلفاز، يعني أول ما راح نشوف هذا الفيلم راح نحكي إنها هاي من شطحات المخرج، ويعني كلها أمور يعني دراما وسينمائية. فبالتالي وجدت من خلال صفحات هذا الكتاب يعني حبي بالارتباط بهذا الأسير، ووجدت فيه الشخص اللي أنا أتمنى أصلا الارتباط. خطاك خطايا يا زوجي المصروف يا وجه صبر. وجزء من جهادنا ومحاربتنا لهذا المحتل هو جزء من الجانب الاجتماعي. فارتباطي في الأسير حسن سلامة هي كانت أكبر رسالة للمحتل، وخاصة أنه أنا ارتبطت في حسن وكان حسن في زنازين العزل الانفرادي. فأنت تتحدثي عن أسير معزول، انتزعوا المحتل من بين إخوانه الأسرى وزجوا في زنازين العزل الانفرادي. فكانت فكرة ارتباطي بحسن رسالة لهذا المحتل، إنه إذا نحن نواجه قرارك بالموت بالحياة وننتزع حقنا في مواصلة حياتنا الاجتماعية رغما عنك. أنا لما أخذت خطوة الارتباط في حسن أصلا كنت في داخل سجون الاحتلال. كان لصديقتي وأختي الحبيبة أحلام التميمي دور كبير، خاصة أني أنا كنت أعرف في قصة ارتباطها في الأسير المحرر نزار التميمي ابن عمها. يعني أحلام ونزار ارتبطوا من داخل السجن في العام 2005، كل منهم كان في سجن وتم ارتباطهم من داخل سجون الاحتلال. هذا شجعني لأن أفتح هذا الموضوع مع أحلام كصديقة وكأخت أن تساعدني في هذا الموضوع. طبعا كان الأهل لا يعلم منهم أحد عن هذا الموضوع، لأني كنت في فترة اعتقالي لم يسمح لي بزيارة عائلتي إلا مرة أو مرتين فقط. فبالتالي أنا كان عندي يقين إنه أنا العائلة اللي أنا أنتمي إلها اللي خرج من بينها شهيد وأسير ومطارد، هذا الموضوع ليس غريبا وليس مستبعدا عنها. يعني صحيح رح يكون الأمر في بدايته مستهجن ومستغرب إنه على فكرة الارتباط بأسير يعني محكوم كل هذه السنوات، لكن كنت أعتبر إنه أنا أقدر أنا أتجاوز هذا الموضوع مع العائلة وأمضي بتحقيق هذه الرغبة وهذا الحلم. قضية بتنعرض على المجتمع بتلاقي إلها إما مؤيد أو معارض. فزي ما أنا شفت المؤيدين اللي دعموا وأيدوا هذه الفكرة، كان هناك الجانب الآخر المعارض واللي بيستهجن هذه الفكرة. وكثير ما سمعت كلمات إنه هذا ضرب من الجنون، إنه أنت يعني تهور. هاي يمكن في بداية الارتباط كان يعتبروا إنها ردة فعل عاطفية لخروجي من الأسر، لكن أنا أتقبل أي رأي. يعني هذا بالنهاية حياتك أنت بتختاري، حياتك حياة أي فتاة يتقدم لها شاب وتختار هذا الزواج. يعني فبالتالي إذا بدها ترضخ لقرار المجتمع على حياتها وينعكس سلبيا على حياتها، مش رح تمشي في أي أمر في طبيعة حياتها. أنا أصبحت مدركة أكثر لحقيقة القضية اللي إحنا بنحملها والأمانة اللي إحنا بنحملها. أصبحت أكثر ارتباط في قضية الأسرة لما أنا لامست زوجات لأسرة مضى على اعتقالهم سنوات طويلة، أمهات يعني أبناء تركوهم آبائهم أطفال، الآن هم شباب، ومنهم من تزوج ومنهم من أنجب. هذه الأمور يعني تثقل شخصيتك بالاندماج في هذا الواقع أكثر، وفي الاندماج في هذه الحياة أكثر، إنه نصبح أكثر تحدي وأكثر إصرار على أن نواجه هذه المصاعب وهذه الحياة وأن لا ننكسر. يعني القضية الأولى أن يكون هذا الارتباط هو داعم، يعني مثل ما هو داعم لحسن هو داعم لي أيضا. في أسري وقهري
في خطوي وصبري بدرب الجهاد. هي اللحظة اللي بتمناها كثير يعني، وأحلم إني أنا ألتقي في حسن يعني قريبا بإذن الله تعالى. لكن صدقا يعني قد ما بحاول إني أسرح في مخيلتي للوصول لهذه اللحظة أعجز يعني. إنه لذلك دائما أقول أترك لحظة اللقاء للحظتها، يعني كيف تكون المشاعر، لأنه مجرد التفكير فيها يعني يشعرك بالفرحة والسعادة الكبيرة. فبالتالي أكيد رح تكون المشاعر فوق الوصف وفوق كل الكلمات. فسأترك للحظة نفسها هي تترجم مشاعر كل هذه السنوات. هواكي ملاكي برغم البعاد فأنت وأنا أعتبر أن صبري وانتظاري وشوقي وأحلامي وأمنياتي كلها في سبيل الله ولأجل الله، وهي جزء من هذا الجهاد اللي أنا أقوم فيه، وجزء من الرسالة كامرأة فلسطينية أنا أقوم بها.